الناس اللي عندها مشكله ان المحشي ما بيستويش معاها، خلاص انا بصوا طفيت على النار اهي، طفيت على النار. هحط بصل ني، خلاص انا حطيت الرز وحطيت كل حاجه. كانت معلقه كبيره كده اهوت او بصلايه. الناس اللي المحشي ما بيستويش معاها، بيبقى واحده وواحده. اجيب كده هو بصلايه ابشرها واحطها في التخديعه. بصوا التخديعه حمرا ازاي وجميله. يعني انا بذمتكم خدت وقت في التخديعه. الخضره جاهزه، التخديعه جاهزه، التخديعه جاهزه، الخضره جاهزه، البصل عندي جاهز، الورق العنب يا دوبك هسلقه. يعني قولوا لي حتى بصوا ثواني، حتى الورق الكرنب، ورق الكرنب عندي جاهز، يعني مسلوق ومتقطع جاهز من قبل رمضان، ده من قبل رمضان. فقولوا لي يعني خلاص كده انا خلصت المحشي. انتوا عارفين في واحده صاحبتي كانت بتكلمني بتقول لي ايه، او انت كل ما تكلمني تلاقيني بعمل محشي على حظها، فبتقول لي ايه، او انت كل يومين تعملي محشي؟ ده المحشي دوت غلبه، ده الواحد بيعمله كل فين وفين. قلت لها التخديعه عندي جاهزه، خضرة المحشي متقطعة وجاهزة عندي، زي ما انتوا شايفين والله العظيم خضرة، اقسم بالله خضرة، ما مسودة ولا مغمقة. بس حطي الخضرة في كيس التغذية، في كيس الصلصة، اخر غلوة، اخر غلوة قبل ما تفضي الرز. التغذية عندي جاهزة، ورق الكرنب عندي جاهز، البصل جاهز، الحاجات دي كلها بسهل على نفسي، على نفسنا. انت الحاجات دي عندك، الحاجات دي عندك خلاص تمام، انت مش محتاجة حاجة تاني. خلاص ان شاء الله يا رب تعمليه كل يوم. ايه المشكلة؟ ما كل حاجه جاهزه عندك، يا دوبك هتطلعي تحطي ده على ده على ده على ده وتلفي وخلاص محشي بتاعك جاهز. التفريزات دي والله العظيم يمكن اكتر. هتقولي انت كل فيديو تكلمنا عن التفريزات، فعلا والله العظيم من اهم حاجه، من اهم حاجه الحاجات ديت. فجربوا مش هتخسروا.